سفيان ميرزا اسم مرتبط بالصورة حين تتحول إلى ذاكرة، وبالفن حين يصبح لغة للحياة. فنان تشكيلي وصانع أفلام وثائقية ومصور فوتوغرافي وكاتب وصحفي، يقيم بمدينة كولونيا الألمانية، ويواصل مساره البحثي في جامعة كولن، حيث يشتغل على تقاطعات التاريخ والثقافة والفنون البصرية. على امتداد أكثر من 17 عاماً، راكم تجربة مهنية وفنية غنية، تنقل خلالها بين عدسة الكاميرا ولوحة الرسم والكلمة المكتوبة. فساهم في إنتاج الأفلام الوثائقية وإنجاز التقارير التلفزيونية والإشراف على مشاريع ثقافية وإعلامية، إلى جانب مسيرته المتواصلة في الفن التشكيلي. في أعماله لا يكتفي سفيان ميرزا بتوثيق الواقع، بل يعيد قراءته بصرياً، محولاً الذاكرة إلى صورة، والتاريخ إلى حكاية، والإنسان إلى محور أساسي لكل عمل إبداعي. فالفن بالنسبة إليه ليس مجرد ممارسة جمالية، بل تجربة إنسانية تحمل أسئلة الهوية والتراث والذاكرة والتحولات الاجتماعية. وقد شارك في العديد من المعارض والفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية في المغرب وأوروبا، مقدماً أعمالاً تجمع بين الإبداع البصري والتوثيق الثقافي، في تفاعل مستمر بين الفن والبحث والمعرفة. وإلى جانب نشاطه الفني والإعلامي، يواصل مسيرته البحثية والكتابية من خلال مشاريع تستكشف العلاقة بين التاريخ والرموز الثقافية والفنون البصرية، ساعياً إلى بناء رؤية تصالح بين الذاكرة والإبداع. يؤمن سفيان ميرزا بأن الفن رسالة قبل أن يكون مهنة، وأن الصورة ليست مجرد لحظة عابرة، بل وثيقة تحفظ الذاكرة وتفتح أبواب الحوار، وتبني جسوراً من التفاهم بين الثقافات والشعوب. إنها رحلة فنان يرى في كل صورة حكاية، وفي كل لوحة ذاكرة، وفي كل عمل إبداعي أثراً يبقى شاهداً على الإنسان والزمن